انتقلنا سريعا وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات نسخة الليلة من ثقافي بوك، وإلى صديقة الحلقة. يسعدنا أن نضيف الليلة صديقة الحلقة، هي فنانة في فن مختلف أو في مجال مختلف، فنانة بشكل له وجهة نظر مختلفة عن أي فن آخر، بيحمل رسالة ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى إدراك، لأنها بتعبر بشكل يعني ممكن أن نقول أنه غير مباشر. معنا الآن فنانة الكوميكس الأستاذة أو الفنانة نهى إبراهيم. أستاذة نهى، أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أستاذة نهى، بداية الحديث عن فن التحريك أو فن الكوميكس، يعني الكثير لا يعلم عنه شيء، ولكن يعني في اهتمامات عالمية بهذا الفن. بداية نريد أن نتعرف عن مفهوم فن الكوميكس وكيف كانت بدايتك مع هذا الفن الكبير. الأول أحب أرحب بالبرنامج الجميل وأشكركم على إتاحة الفرصة للكلام عن الفن ده، حقيقي مش واخد حقه في مصر في الكلام عنه. فن الكوميكس هو فن القصة المصورة، بنقوم من خلاله بتقديم قصة مرسومة في شكل كادرات متتالية عشان توضح للطفل المكتوب بشكل مصور. الفن ده طبعا قديم، في ناس رجعت في تاريخه لحد العصر الفرعوني، وفي ناس بتقول ان عمود الامبراطور تراجان في روما هم اقدم نموذجين للكوميكس من اقدم العصور. لكن هو البداية الحقيقية ليه كانت في الفن في بداية القرن العشرين، لما هيرجي ابتدى يقدم تنتان في أوروبا. وبعد كده الفن ده يعني بقى فيه سلاسل كتير جدا وانتشر في أمريكا، في اليابان فن المانجا، في بعد كده فن الكاريكاتير ليه بدايات برضو متاخدة كلمة من كاريكير إيطالية معناها المبالغة. السبب في احترافك كفنانة لهذا النوع، يعني فن الكوميكس أو فن الصور أو القصص المصورة، كان نتيجة لقراءاتك المسبقة ومتابعتك عن هذا الفن خارجيا أم لدراستك في الكلية أستاذة نهى؟ هو بصراحة كان من بداية الطفولة. أكتر حاجة كنت بحب أشوفها أفلام الكرتون والقصص اللي تربينا عليها بقى رجل المستحيل والقصص ميكي والحاجات دي كلها طبعا. لكن الجميع كان، اسمحي لي، بتثير إعجابه كل هذه المشاهد الكرتونية والقصص المصورة. يعني إلى أي مدى حضرتك اكتشفتي في نفسك إن ده ممكن يكون مجال مستقبلك كفنانة كوميكس؟ الموهبة طبعا، يعني من صغري أنا بحب الرسم جدا، وطبعا كنت بحاول بقى أرسم زي اللي أنا بشوفه ده، وكنت بقعد بقى في حصة الرسم، يعني المدرسين بتوعي شافوا الموهبة دي وبابا وماما كانوا بيشجعوني، فالموضوع بالنسبة لي طور وحبيت ان ادخل في كلية الفنون الجميلة بعد كده، وتخصصت بالفعل في قسم رسوم متحركة. بعد كده اشتغلت في المجال. طبعا المكتبة لعبت دور كبير لان بقيت ادخل اقرا واطلع على نماذج عالمية، بقيت اكون فكرة، لان طبعا يعني المدارس العالمية بتقدم نماذج مختلفة ومتباينة، منها للكبار منها للصغار. حبيت الفن ده وحبيت اتخصص فيه، خصوصا ان عرفت ان الدول مش بتتعامل معاه زي ما احنا بنتعامل معاه. الفن ده مؤثر كبير جدا في حياة الطفل وإرساء المفاهيم الثقافية والتاريخية والسياسية. وده السؤال اللي كنا هنطرحه عليك يا أستاذة نهى، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر هذا الفن إيجابا على الطفل، والعلاقة التي تربط بين فنان الكوميكس وبين أدب الأطفال أو أديب وكاتب الأطفال؟ علاقة كبيرة جدا جدا. الطفل مش بيشوف القصص دي على إنها حاجة قراها وخلاص، ده بيتوحد مع شخصياتها. ساعات ممكن يشوف في نفسه صفات مشتركة بينه وبين البطل، ويبدأ يعيش على إنه بطل القصة دي، بتأثر في حياته لدرجة إن ممكن تأثر في بناء شخصيته. ففنان الكوميكس بقى الوسيط ما بين الكاتب وبين الطفل. مين من رواد هذا الفن يا أستاذة نهى في مصر في العصر الحديث في هذا الموضوع؟ معلش تاني السؤال ما سمعت. من رواد هذا الفن، فن الكوميكس في مصر في الفترة الأخيرة أو في العصر الحديث؟ أستاذ فواز طبعا، اتربينا على الكوميكس بتاعه، أستاذ معلوف، وكان الله يرحمه هاني المصري، فنان كبير طبعا، كان بيشتغل في والت ديزني وهو مصري الجنسية.
اعمال عظيمه جدا. يعني في عدد كبير من الفنانين المصريين اللي برزوا في المجال ده في العصر الحديث، وفي جيل بقى الشباب دول بقى ما حدش يعرف عنهم حاجه يعني. مختار، وطبعا طوروا ده كمان باضافه الجانب التقني للموهبه. بقى في فنانين كتار بيشتغلوا في مجال الكوميكس والرسوم المتحركه والكاريكاتير، بس للاسف يعني هتلاقي معظم المجلات عربيه، يعني باسم، هتلاقي مثلا ماجد، كلها حاجات بتصدر بره مصر. مجلة نور اللي صدرت مؤخرا من خلال افتتاح شيخ الأزهر ليها، خاصة انها تصدر عن رابطة خريجي الأزهر برعاية فضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. هل سترى أو سيرى فن الكوميكس النور من خلال هذه المجلة؟ مجلة نور بقى. يعني دي الأمل بقى، طاقة الأمل اللي فتحت. هي أول بداية يعني أستاذة نهى، هي أول مجلة تصدر كوميكس يعني خاصة بمؤسسة الأزهر حقيقي. يعني ده تغير في التوجه. يعني احنا دايما بنتكلم عن الإرهاب وتغيير الخطاب الديني، وعايزين نوصل للأطفال وللشباب ولأكبر شريحة ممكن في المجتمع. الطرق اتغيرت، ما عادش الشكل التقليدي ان لازم يقف الشيخ يقول خطبه هي دي اللي توصل للاطفال والشباب. فعلا يعني انا احيي شيخ الازهر والرابطه بشكل كبير ان هم فكروا بالطريقه المختلفه دي، لان الاطفال عايزين المعلومه بشكل مبسط جدا. يعني مش عايزين مواعظ زي ما بنقول، يعني هم عايزين يتقدم لهم قدوه، حد في سنهم شكله برضه. حديث حضرتك استاذه نهى حتى الان منصب على اتجاه محدد، وهو الكوميكس المقدم للاطفال فقط. لا يعني هو مجلة نور بتستهدف الاطفال فعلا. نعم. لكن هو فن الكوميكس للكبار وللصغار يعني. صحيح. وفي طبعا حسب بقى كتابة السيناريو اللي بتتقدم بشكل مرسوم يعني. وده كان محور سؤال يعني قادم ليكي الفنانة نهى إبراهيم. يعني حدثينا عن كواليس يعني إخراج مجلة كمجلة مجنون الإلكترونية مثلا، التي تصدر أو هي متاحة عبر أجهزة التابلت وأجهزة الأندرويد مثلا، وهذه المجلة الورقية اللي هي مجلة نور. يعني حدثينا، نحن أمام قصص مصورة، مجموعة من الصور وسيناريو وحوار. يعني حضرتك بتقومي بالإشراف على الاثنين معا؟ يعني بتقوم بالرسم والكتابة ولا إيه؟ أنا رسامة. أنا رسامة كوميكس وكاريكاتير. هو رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نهى عباس في مجلة مجنون، وفي مجلة نور هي رئيس التحرير التنفيذي، وأنا مجرد مدير فني. هو اللي بيحصل بالضبط من خلال بقى يعني مشاهدتي لزملائي واسلوب العمل وكده. مجلة مجنون عشان هي مجلة بتقدم للكبار، السيناريو بيتكتب بشكل مختلف تماما. يعني من الناحية النفسية بيراعي مشاكل المجتمع، بيتكلم في حاجات بقى يعني بشكل فهم كبار، وبيبقى فيه رمز شوية. الرسوم ساخرة بتتقدم من خلال السيناريو حسب ما هو مكتوب، بس بيبقى متغير شوية في الأحداث، مش بعيد عنها. اللي بيتقدم للطفل بيبقى فيه طبعا لغة مختلفة تماما، بيبقى فيه مراعاة لمدى المصطلحات اللي ممكن الطفل يفهمها. بيبقى فيه برضه مراعاة للجانب النفسي للطفل، هو محتاج يتربى على ايه. يعني ما اقدرش ابالغ في حاجات معينه او اقدم له نماذج سيئه، لان هو ممكن بالعكس بقى يقلدها. دي الشروط عموما التي يجب أن تتوفر في هذا الفنان أو في أي من يتعامل مع أدب الأطفال. ولكن أستاذة والفنانة نهى إبراهيم، ما هو المطلوب لدعم هذا الفن الراقي، فن الكوميكس؟ مطلوب كتير جدا. هو بصراحة يعني أنا فوجئت بأن هناك مصطلح يعني غريب شوية، هو مصطلح سوق الكوميكس أو سوق الرسوم. للأسف. يعني أقول لحضرتك حاجة، فن الكوميكس زيه زي أي فن، مش منعزل عن اللي بيحصل في المجتمع. لو هدف المنتج فلوس، هيكون الإنتاج للأسف بيستهدف بس إنه يجيب أموال. ده مش هيكون أخلاقي، مش هيكون مجتمع يعني أخلاقي خالص. لكن لو أنا عايز أقدم قيمة، أحيانا بحتاج دعم الدولة.
ساعات بحتاج ان مؤسسة كبيرة تحافظ لي على المحتوى اللي هيتقدم للجمهور، عشان ساعات المحتوى ده ما بيجيبش فلوس للأسف. دي حقيقة لازم نواجه نفسنا بيها. يعني لازم الدولة ما تشيلش ايدها. يعني مش كفاية، انا كنت سامعة الحوار اللي قبل كده، مش كفاية خالص ان انا اقول منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لا. ما طبعا يعني رسامو الكوميكس ورسامو الكاريكاتير تابعين لنقابة الفن التشكيلي او الفنون التشكيلية. ما دي نقطة كمان. احنا مش شايفين اي حماية لحقوقنا. يعني مثلا ما فيش عقود، احنا ما بنشتغلش بمرتبات ثابته. لما بيحصل ان احنا بنقدم على شغل معظمنا فريلانس، بنلاقي مثلا بيجيلنا رجال اعمال من بره او عرب او كده، بنفاجئ ان هم عايزين بقى المحتوى التجاري. ايه حجم الرقابه الموجوده في فن الكوميكس؟ يعني في قصه مترو لمجدي الشافعي اللي هي سبق وان صدرت عام 2007، يعني هل هناك مضايقات بتتحملوها؟ يعني حدثينا ايضا عن الموضوع ده. والله هو في الرقابه لا، هي المشكله بالنسبه لنا مش في كده. هي المشكله بالنسبه لنا ان احنا محتاجين حاله من الثبات، محتاجين ان المجله لما تنشأ وتكبر تستمر، مش تتقفل. هي بتتقفل باسباب ماديه. مفيش عائد مادي بيعود من خلال هذه الحاجات يا استاذه نهى تستطيع ان هي تقوم بالاسراف والانفاق على هذا العمل او على هذا الفن؟ كلها مجهودات فرديه. ما هو دي المشكله اللي بقول لحضرتك عليها. لما يكون انا بحاول اعمل شركه على قد اللي معايا سنه والثانيه والثالثه وبعد كده كله بينهار. لكن لو في دعم مستمر من الدوله للاتجاه ده هيبقى في استمراريه. عشان كده احنا فرحانين جدا من موضوع ان الازهر بدا يتجه ان هو يعمل حاجه للطفل، ويا رب ان شاء الله تكون فتحه خير. الهيئه العامه لقصور الثقافه ما بتساعدش في هذا الامر؟ والله هو يعني في محاولات، وانا شايفه في نشاط ثقافي من حيث التدريب، شايفه في بعض اصدارات في الهيئه المصريه للكتاب وغيرها. لكن انا نفسي كان لي تجربه ما كانتش كويسه خالص، ان في تدخل في روح الفنان. يعني الفنان ده كائن حر قوي، بيحب يرسم حسب رؤيته، ما بيحبش حد يفرض عليه حاجه، وخصوصا لو هو اوريدي حقق نجاح بالمستوى اللي هو عمله قبل كده ومجربه. للأسف بنلاقي حالة من فرض وجهة نظر ناس معينين اللي هم يعني المفروض انهم مسؤولين عن الأماكن دي، وبيبقى في حالة من الصدام بين الشباب وبين الأجيال اللي قبلنا للأسف في النقطة دي تحديدا. يعني احنا محتاجين يعني حد يفهمنا، محتاجين شوية تفتح لنا الباب ان احنا نعبر عن افكارنا. بالنسبة للافكار وبالنسبة للابواب المفترض ان هي تصبح مفتوحة، يعني برأيك كفنانة كوميكس، فنانة كاريكاتير، ايه هي المواضيع التي حتى الآن لم يتم مناقشتها من خلال الكوميكس المقدم للكبار؟ والله لا، هو كل المواضيع بتتناقش، بس مش بتتناقش، مش بتتقبل هنا في مصر. يعني في ناس بتروح تعمل مجلات بره او بتمويل من دول تانية، ودي بقى مأساة تانية. يعني انا عايزة يبقى في حالة مش من الرقابة، من الدعم، ويبقى الفن ده معتدل. اناقش مشاكل المجتمع وكل حاجة، بس ما يكونش في نوايا خبيثة. دي النقطة الثانية، لا ما بقاش ساكت بقى خالص عشان خايف عشان الدعم ما يتسالش. عايزين نبقى في حالة من الاعتدال، لا اقصى اليمين ولا اقصى اليسار، بس في نفس الوقت ما ينفعش الدولة تشيل ايدها خالص. لازم يبقى في حتى على الاقل مؤسسة او ما حاجة شبه كده تكون معلن عنها بشكل واضح. انا كفنان وغيري عايزين نقدم حاجة تساعد الدولة، نروح نتوجه لها ونقدم فيها. مثلا انا كنت في فترة كنا عاملين مجموعة وعملنا عمل اسمه الوحدة 2030 قتال، وكنا عايزين هو عمل يعني عسكري بس فانتازيا، كنا عايزين نتوجه بيه لأي مكان. احنا ما عرفناش حتى نروح لمين. احنا اتقدمنا فيه في مسابقة اليوم العالمي للفنون المتحركة وفزنا بجائزة احسن خالد، ومع ذلك الموضوع ده بقى له حوالي 3 سنين ومش عارفين نتقدم لان مش لاقيين تمويل ليه مثلا. ده مثال من حاجات كتير بقى، يعني شباب كتير بيبقى في النقطة دي مش عارف ينتج عمل خاص بيه، مش عارف يعني اعبر واقول الافكار اللي نفسي اعبر بيها من غير ما الاقي حد بيتدخل في المحتوى.
عموما أستاذة نهى إبراهيم، نأمل بالفعل أن يكون هناك اهتمام ورقي بهذا الفن الجميل، فن الكوميكس، وأن يكون له تأثيرا إيجابيا على أدب الأطفال بوجه عام، وخاصة من خلال هذه المجلة الجديدة، مجلة نور التي خرجت من خلال الأزهر الشريف، وأن يكون هناك اهتمام من الوسائل الإعلامية وأيضا من مؤسسات الدولة بهذا الفن. شكرا من جزيلا. يريد منكم مستمعين الكرام أن يتابع أعمال الفنانة الشابة نهى إبراهيم، عليه أيضا أن يتابع صفحاتها على الفيسبوك نهى إبراهيم كوميكس، وسوف يجد المزيد والمزيد من الرسومات ويعني الآراء أيضا. نشكرك جدا أستاذ. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. مستمعينا معنا مداخلة. ألو. أيوه علي عبد الخالق. اهلا بحضرتك يا استاذ علي. عفوا يا استاذ علي ان حضرتك على الهاتف من فتره، عفوا يا فندم للتاخير. لا يا فندم، احنا استمتعنا بيكم وبالاخت استاذه نهى ابراهيم. اتفضل يا استاذ علي. اتفضل يا فندم. يعني بستأذنكم في مداخله موسيقيه صغيره. اتفضل.